السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. الحلقة دي بنقدم نوع جديد من الافتتاحيات ضد الدي 4 والسي 4، وهو ذا كوينز جامبت. كوينز جامبت أو جامبيت الوزير 5 أنواع، أشهرهم ذا كوينز جامبت ديكلاين أو جامبيت الوزير المرفوض، وذا كوينز جامبت اكسبتد أو جامبيت الوزير المقبول. تالت حاجة ذا سلاف الدفاع السلافي. رابع حاجة ذا سيمي سلاف الدفاع السلافي المتماثل. خامس حاجة الدفاع الألباني ذا ألبان ديفنس اند شيجرون ديفنس. والنهاردة بنستعرض أول افتتاح من افتتاحيات ذا كوينز جامبت، وهو ذا كوينز جامبت ديكلايند زي ما هتشوفوا حضراتكم دلوقتي. الأبيض بيبدأ D4، اسود D5، C4، E6، وهو ده الشكل المتعارف عليه في الكوينز جامبت ديكلاين. نايت C3، نايت F6، C في D5، قبل C في D5 لما الاسود ما بياكلش البيدق السي 4، ده اسمه ذا كوينز جامبت ديكلاين. هو ده الجنبيت المرفوض، ان هو البيدق ده ما بياكلش هنا، ما بياكلش ده، ما بياكلش سي 4. الابيض هو اللي بياكل. سي في دي 5، اي في دي 5، بيشوب جي 5، بيشوب اي 7، بيطلع الفيل بتاعه وبيستعد للتبييت. الاسود اي 3 تبييت، بيشوب دي 3. الابيض بيكمل انتشاره. نايت بي دي 7، ودي من النقلات المهمة في الكوينز جنب الديكلاين للأسود، عشان بعد نايت جي اي 2 رخ أو روك اي 8 تبيت، سي 6، كوين سي 2، نايت اف 8. ولو ملاحظين ان الاسود فضل المربع ده عشان الحصان اللي كان قافل على الفيل ده ينزل فيه ويفتح للفيل بتاعه. F3، G6، روك A D1، نايت E6، بيشوب H4، B5. الاسود بياخد مساحة على جناح الوزير. كينج H1، الملك بيبعد عن اي كشات ممكن تجيله من الوتر ده. A5، بيشوب F2، بيشوب D7. واحنا دلوقتي في مرحلة الميدل جيم، شكل متعادل جدا، شكل فيه لعب كتير. اللي هيقدر يجيب أفكار هجومية وأفكار مكسب هيقدر يكسب. ومتشكر جدا لمشاهدة حضراتكم.